خاطب ماكرون الذي تيقنت من أنه لا يملك الكثير من الذكاء الشعب المغربي بعقلية المستعمر، كما لو أن المغرب حامية من حاميات فرنسا. ومن جملة ما قال لفتني إصراره على تمويل الجمعيات وإعادة الإعمار، وفي الحالتين تطبيق لفكر استعماري بحت. أذكر جيدا عندما وصل لاهثا إلى بيروت في اليوم التالي لانفجار مرفأها يتحدث عن إعادة الإعمار. ملف إعادة الإعمار بالمناسبة ليس منة من ماكرون، هو ملف رابح بالفعل، لأن الشركات المنفذة المستفيدة هي الفرنسية والممول هو دول العالم، إضافة إلى أن من يعيد الإعمار يملك ويتحكم بشكل المكان. أين يكمن الطرح الغبي هنا؟ أنه يخاطب المغاربة اللي فيهم شيخ كبير في السن يحضر نصف كيس طحين لمركز المساعدات على دراجة؟ أم المغاربة اللي فيهم سيدة لم تنسى حق الجيرة حتى بعد الزلزال تسلقت الجبال وحطام البيوت المهدمة كي توصل طبقة طعام إلى جيرانها؟ ولا المغاربة الذين يصنعون فرنا متنقلا ليطعموا المنكوبين الذين تقطعت بهم السبل في قلب الأطلس؟ المغاربة يا ماكرون تدفقوا في قلب الجبال، في طريق ذهابهم للدواوير حملوا المساعدات، وفي طريق عودتهم حملوا الجرحى على ظهورهم. اسمحوا لي الله يخليكم أقولها بالفلسطيني، حدا في عقل بيخاطب شعب فوق ما هو منكوب بيعزم شاي وأكل على اللي جايين يساعدوه؟ ليس فقط ماكرون بل الإعلام الفرنسي أيضا وجزء من الإعلام الغربي بشكل عام غيب هذا المجهود الشعبي والرسمي بالمناسبة للمغرب وأهله، وركز على سلبيات أو الجزء الخايب من الصورة كما يقول المغاربة. وكل دولة تحاول أن ترجع لنفسها الفضل على أنها هي التي تنقذ الأرواح وتقدم المساعدات. عقلية الغرب الأبيض التي لا زالت بلادنا مطمعا في عينيه، والذي زرع في قلب بلادنا مستعمرة في أرض فلسطين، لن يستوعب فكرة أن نكون شعوب ذات سيادة تعيش في أوطانها قابضة على ثرواتها، تختار تخطئ أحيانا وتصيب أحيانا. حقنا، هذه بلادنا نبنيها كيفما شئنا. أما عن المغاربة الذين لم أزر بلادهم إلى اليوم وعرفتهم صراحة أيام كأس العالم في قطر، فسأحكي لاحقا، لدي الكثير ما أقول، لكن الأهم أنهم شعب يعرف كيف يصنع المجد في انتصارهم كما في كأس العالم، وفي ألمهم كما الآن بعد كارثة الزلزال. رفع الله عنهم البلاء وأحسن عوضهم، والله يحسن الأعوان.